سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون بألف ألف خير يا رب. أنا صافا الحمد لله. الوصفة تاع اليوم وصفة على شكل دواء، ماهيش وصفة كما نقولوا مخفي كما نقولوا. يا ربي الحنين، والله مصباح وانا نسوبريمي في المونتاج باش الناحي هذه كما نقولوا خليها. المهم، الوصفة كما قلت لكم راهي وصفة عبارة عن دواء الفقر الدم، اللي عنده نقص في حمض الفوليك، اللي عنده اضطرابات ولا مشاكل في الدورة الدموية. الوصفة تقول زوز بطراف نقيين و سنارية الجزر، البعض يقول زرودية والبعض يقول جزر، بعض يقول سنارية ليسونسيال كما كل واحد كيفاه يقول. هنا زدت لها الماء، نص لتر ماء، واللي يحب الكمية كبيرة يضاعف برك المكونات. هنا خليتهم طابوا نص طياب وميكسيتهم بالبراميكسر فوالا. وبعدا جبت حاجة باش نصفيهم، كاين اللي ما يحبش يصفيه وكاين اللي يصفيه كيما انا. صفيته مليح وهنا راني قاعده نعبز باش يزيد يخرج الماء اللي مازال. وهنا عندي واحد حبه تاع قارص، باش نقول لكم ميته مسكينه حالتها شايبه تالما قعدت في الفريجيدار، لقيتها حجره حطيتها في الماء طابت شوي، مش طابت قصدي شغل طرات شويه، وعصرتها. وهنا زدت شويه سكر وحركت مليح باش يذوب هذاك السكر. وهنا راهي في كؤوس التقديم. إسانسيال البنات، الشمندر يحتوي على مجموعة جيدة من الأملاح المعدنية والمفيدة كالفوسفور والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والكبريت والنحاس، وفيه ثاني الأحماض العضوية والأمنية والبروتين والألياف وبعض الفيتامينات، ويعتبر مصدر جيد جدا لحمض الفوليك. يساعد ثاني على الرئة للقيام بوظيفتها بشكل أفضل، يعالج اضطرابات الدورة الدموية ومشاكلها. يعتبر ثاني مساعد مهم في عملية الهضم، ويعالج مشاكل المعدة وخاصة الإمساك المزمن، ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات ضغط الدم. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتفيدكم بزاف. تهلاو في روحكم، سلام.